في السياسة لا شيء يبقى على حاله، فالانسحابات لا تعني الغياب، والعودة قد تكون مجرد استكمال لمشهد لم ينتهي بعد. التيار الصدري الذي أعلن انسحابه من العملية السياسية في عام 2022 يعود اسمه الآن بقوة إلى الواجهة وسط تحركات تشير إلى إمكانية عودته إلى الانتخابات المقبلة. هذه العودة ليست مجرد تفصيل عابر، بل خطوة قد تعيد رسم خارطة القوى السياسية في العراق. لكن السؤال الأهم: ما الذي تغير بين الأمس واليوم؟ وهل عودة التيار الصدري تأتي كضرورة سياسية أم كخيار استراتيجي؟ حين قرر التيار الصدري الخروج من المشهد السياسي كان السبب المعلن هو رفضه المشاركة في لعبة التوافقات وسعيه إلى تأسيس حكومة أغلبية وطنية تتجاوز النهج التقليدي في تشكيل الحكومات. لكن بعد انسحابه لم تتغير قواعد اللعبة، بل دخلت البلاد في تعقيدات سياسية واقتصادية وحتى أمنية، بعضها كان نتيجة مباشرة لغياب التيار عن المعادلة. اليوم تتحدث مصادر سياسية عن عودة وشيكة للتيار، مدعومة بتحركات داخلية تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الصدري من جديد وتهيئة المكاتب السياسية والتنظيمية استعدادا للانتخابات. لكن وفق المعطيات هذه العودة لا تأتي كرد فعل لحالة فراغ سياسي بقدر ما تبدو خطوة محسوبة لإعادة التموضع، خصوصا في ظل الإخفاقات التي واجهتها الحكومة الحالية والتي عززت الشعور بأن التيار الصدري لا يمكن تجاوزه في المعادلة السياسية. وهنا يبرز التساؤل: هل يعود التيار بنفس مشروعه القديم أي الأغلبية الوطنية، أم أن الواقع السياسي يفرض عليه الدخول في تفاهمات جديدة قد تعيد إلى دائرة التوافقات؟ المراقبون يرون أن التيار رغم تمسكه بمشروع الأغلبية يدرك أن الظروف الحالية قد لا تسمح له بالمضي بنفس الأسلوب السابق. لذلك هناك حديث عن إمكانية بناء تحالفات جديدة، ربما مع قوى قريبة من رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني أو حتى مع أطراف من داخل الإطار التنسيقي. رغم التباينات الكبيرة بين الطرفين، فالمقابل هناك من يرى أن عودة التيار الصدري قد تكون رسالة سياسية أكثر منها خطوة مباشرة نحو تشكيل حكومة جديدة، فوجوده في المشهد وحده كفيل بإعادة التوازنات وربما الضغط نحو تغيرات في شكل الحكومة المقبلة أو حتى في طريقة إدارة السلطة خلال المرحلة القادمة. إذن عودة التيار الصدري ليست مجرد تفصيل انتخابي، بل حدث قد يعيد تشكيل موازين القوى داخل العملية السياسية. كيف ستكون هذه العودة؟ وما طبيعة الدور الذي سيلعبه التيار في المرحلة القادمة؟ أسئلة مفتوحة، لكن المؤكد أن المشهد السياسي في العراق مقبل على تغيرات قد تكون أعمق مما تبدو عليه الآن.